نوش ارحل اخ النوش اخ النوش اخ النوش اخ النوش اخ النوش اخ النوش. ماشي نبغى نحتفلوا، انما غنعبروا على الصرخه ديالنا كمواطن او من الشعب، لانه كندوي على هذه الحكومه الذل والعار وحكومه المبدعين، كما بدايه تاع الانتخابات ديالها وهي حكومه المبدعين. كيفاش واحد مسؤول كبير تورط في 17 مليار ولا هو رئيس الحكومه، كيفاش واحد ولا التهرب الضريبي ولا هو رئيس مجلس النواب، كيفاش واحد المجموعه، كيفاش هذا اخنوش علاش ما تحاسبش 15 سنه وهو في المخطط الاسود كما كيقولوا هو الاخضر، وجينا عام ولا عامين ولا جفاف. اذا اش كنتي دير بهذا الشيء كامل 15 عام والجفاف في عام، ولينا مأطرين في هذا الشيء، راه حشوم وعيب وعار. وخصنا انا بهذا الشيء بهذا ولينا كنشوفوا بانه الزياده اللي تزادت 50 عام هذه ما عمرها تزادت الا في هذا العام ديال اخنوش زادت 20 درهم في الحاجه 30 درهم. وهذا اخنوش ولا صراحه عار علينا، ولينا نشوفوا هذه التلفازه كتاثروا المسالين. من احسن هذه الحكومه يمشيوا بحالاتهم، يغبروا يبعدوا منا الدجاج ولا وصل ل 25 درهم ولا 30 درهم وحشومه. انا كنت كناكل 3 كيلو تاع بطاطا مع 1000 فرانك تاع اللحم ونعمر الوليدات الكميميله، دابا 1000 فرانك تاع ما بقيتيش تجيب يلاه كيلو تاع بطاطا. عيب وعار. ما خصهمش الا ما كانوش يحميو الشعب، لاش هما دايرين الحكومه؟ لاش داخلين الحكومه كيتخلصوا بالفلوس مجانين، كياخذوا الفلوس 7 المليون 5 المليون، كياخذ راه البطاطا غتجي رخيصه وغتولي حتى ب 400. هنا هذا واحد السميك كياخذ 56000 ما حيتو الترونسبور ما حيت، على الاقل يتدخلوا يتحكموا في الاسعار، يتحكموا في القدره الشرائيه. واش ما قادرش تحكم؟ لاش باقي رئيس حكومه؟ لاش جالس؟ ما تقولش السي بعد منا، عطيني اتساع راه كتخلص من فلوس الشعب راه هما اللي كيخلصوك ماشي انت تجي فابور. وهذا الشيء راه مسوء ديال الانتخابات اللي دارت ديال، وانا كنت حاضر في مركزي مراقب مركزي، شفت اش كاين 400 في اللائحه كيصوتوا 60 ولا 80. واش هذه نسبه تاع؟ واغلبيه صوتوا الناس ضعاف اللي عطاهم 200 درهم عطاهم هذيك نجحوا. وحشومه وعيب وعار باش تقاد الحكومه تمثل الشعب. وانا كنتمنى من جلاله الملك يتدخل باش يدير الدستور ديالو، يحيد لنا هذه الحكومه ويلغي البرلمان. هذا الشيء اللي كان، هذا الشيء اللي بغينا. تحياتي. رسالتي لاخ النوش وهو خصك تعيش كيما المعيشه تاع الشعب اولا، هذيك غتحس بينا. اما من حد مادام عايش وصلتي واحد المرحله في كورونا تزادت الاموال ديالك بواحد النسبه مئويه، ما عمرك غتعيش معنا، ما عمرك غنحسوا، ما عمرك غتحس بينا، لانه الضعيف هو اللي كيحس بالضعيف والفقير كيحس بالفقير. الظروف المعيشيه ديال الفقير الان؟ الظروف تاع الفقير بانه راه حاله يرتلها، ولا رب الاسره كيحشم يدخل لدارو، ولا كيحشم قدام ولادو، ما قادرش يجيب المعيشه. او كنا واحد الوقيته الراجل قوامون على النساء، دابا حنا الراجل ولا كيتهرب ولا كيمشي يريح في واحد المقهى يبقى جالس باش ما يدخلش لدارو حتى الليل، عاد كيدخل باش يعيش ولادو. حنا كنا كنعيشوا 3 كيلو تاع البطاطا، 5 دراري يعيشوا شبعانين. من كتحمل المسؤوليه؟ كنحمل المسؤوليه اولا للمواطنين، ثانيا للمفسدين اللي مشاو تعلاو المناصب استغلوا الفقر تاع المواطنين، باش واحد مفسد يولي في المسؤوليه حشوم وعيب وعار. واحد مسؤول جالس في واحد المكتب مريح، جالس كرسي مرتاح، مازوت فابور، كلشي المنزل فابور، لا تمنا فابور. بالنسبه كوزراء واخدين كلشي فابور، راه بسي ما غتعيش الحاله ديالنا. المواطن باقي قادر على هاد الاسعار؟ والمواطن غينفجر. المواطن دابا خصك تعرف واحد المجتمع، حنا كدوله اجتماعيه، مالي الراسماليين ما خصهمش يتحكموا في العباد والبلاد، ما خصهمش. حنا دوله المغرب دوله اجتماعيه ودوله، حنا دابا المشكله عندنا وهو كلشي تشارجا. المواطن اغلبيه الشباب مساكن اما ولا تعاطوا المتخدرات او مشاو الراجا والوليدات كجمهور كيتفرج وكيمشي بحالاته. وبالنسبه للناس كبار راه ولاو عايشين بالنسبه لاغلبيه كريديات، عايشين هاد الديور كريديات، ما بقاوش قادرين وشكون اللي باقي قادرين؟ وانت وليتي كتعيش يلاه بديك تاخذ ديك نص كيلو ولا شي حاجه وتمشي تعيش به وتجيب حالاتك. الغد اللي عاوتاني كتسنى راه يتامى. وهذا الشيء كيقول لك راه ناقص الاسعار وديك راه في الاوهام ديالهم، في المعيشه ديالهم هما اللي كيعيشوا، راه هو كلشي ناقص. راه الدار ديالهم فابور، الدوله عاطيهم امتيازات فابور، تعويضات فابور، كلشي فابور، راه ما عمره غيحس بالمواطن نهائيا. شنو هو الحل بالنظر؟ الحل ديالنا وهو حل الحكومه وحل البرلمان واعاده الانتخابات باش دير واحد الصوت حقيقي للشعب. تحياتي.